من ساعة 2021 وانا بتعلم ازاي اعمل جرافيك ديزاين، اصور، اخد فيديوهات. في العك كده اكتشفت ان ايا يكن اللي انت بتعمله ما بتفرقش، لانك بتبقى اسعد واحد في الدنيا وانت بتتعلم ازاي تعمل ايديت، هتنظم الفريم ازاي، تظبط الاكسبوجر صح، ازاي تخلي الكاميرا تطلع احسن حاجة ممكنة. ومن غير ما تاخد بالك انت طلعت كويس في اللي انت بتعمله، والناس بتقول لك كمل ويبتدوا يطلبوا منك مشاريع، وساعتها بتعرف ايه اصعب حاجة بجد. معظم الناس مفكرة ان الصعب ان انت تتعلم السكيل او ان انت اصلا تنفذها، يعني الصعب ان انت تطلع بفكرة وتوصل بالفكرة دي لمنتج في الاخر. كلنا عارفين احنا عايزين إيه من الدنيا، ولحد ما عارفين نوصل ازاي، بس سبحان الله دايما بنقف في طريق نفسنا من ان احنا نعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل. تظبط منبه ما تصحاش، نقول هنبتدي ونقعد نص اليوم على التليفون. ودي مشكلة بنت كبيرة. ازاي تاخد خطوة؟ اول حاجة، بطل تقفلها. قبل ما اشتري الكاميرا كنت متحمس فشخ، كنت عمال اقول هصور كذا وهعمل فيديو زي ده، هعمل فيديو الفلاني. بعدين الكاميرا وصلت، بدأت اقفلها في وش نفسي، قعدت اقول الفيديو ده حد عمله قبل كده، الفكرة دي مش حلوة، انت هتصور إيه اصلا. فضلت على الوضع ده فترة حلوة لحد اما بدأت اعمل العكس تماما. بدأت اصور في كل حتة، في الجيم، في المحل، في البلاي ستيشن. بدأت ابص بقى لكل حاجة على اساس انها محتوى. كان بيجيلي افكار ساعات والاقي ان انا عملتها او عملت شبهها، وهنا بقى حسيت ان انا هديت وخدت بالي ان انا كنت بعمل ايه في نفسي في الاول لما كنت بقفلها في وش نفسي. فاللي انت تستفاده من ان انت تشكك في نفسك، انك هتقلل فرصتك. المجهود والناتج، كلنا عارفين ان اي حاجة في الدنيا محتاجة مجهود معين عشان توصل لها. على سبيل المثال الجيم مثلا، كلنا عارفين ايه نوع المجهود والاستمرارية اللي انت هتحتاجها عشان توصل لحاجة. فتيجي تفكر انك هتعملها نص لبة ومش هتظبط كل حاجة، فترجع تقول طب انا ليه اتمرن؟ عندك حق، ده منطقي، عندك حق. لو ما اكلتش كويس، لو ما نمتش كويس، مش هتوصل لنفس النتائج اللي انت بتتمناها. بس كلنا عارفين ان لازم وبيبقى فيه دايما نقطة بداية. مثلا اول يوم ليك في الجيم، مهما عملت حساب كل حاجة واتفرجت على كل الفيديوهات وفهمت كل النصايح، اول يوم ده مش هيبقى احسن يوم ليك في الجيم. اول يوم ده هيبقى بعيد عن الحلو، وده عادي جدا ما تقلقش. بس دايما كل واحد شايف ان الكلام ده ما ينطبقش عليا، انا مش هعمل فكرة او مش هاخد خطوة لان انا لسه مش عارف انا بعمل ايه. فبنبتدي نفكر بزيادة، بنحسب كل حاجة، بنطلع في دماغنا فكرة ان احنا لو عملنا ناتج وحش في حاجة ده معناه ان احنا مش هنوصل او ان احنا فشلنا. بس لو فكرت فيها بجد وصرحت نفسك، كمية الوقت اللي انت قعدت تفكر وتخطط انك هتعمل فيه حاجة كان زمانك عملتها اصلا. فهنا رغبتك في ان انت تطلع حاجة كاملة متكاملة هي اللي واقفة ضدك، لان المكان اللي انت عايز توصل له من الاول مش محتاج منك انك تكون بيرفكتو. النتائج كانت محتاجة ان انت تحط مجهود وعدات واوزان. وانا بسجل الفيديو ده هتاخد بالك من الفويس اوفر سبيك بورسعيد خالص. كان ممكن اقعد اتمرن على الكلام واقعد اتفرج على فيديوهات لفويس اكتورز عشان اتعلم الكلام احسن، بس انا حبيت اتبع المحاولة والخطأ، لان هي الاخطاء دي من اللي هتعلمك ازاي تتحسن بجد. تالت حاجة، افصل. في الزمن والايام دي سهل اوي تفضل مقطوع عن اللي بيحصل حواليك، لدرجة ده اللي احنا بنعمله 99% من الوقت. ايا كان اللي احنا بنعمله دايما في حاجة شغالة معانا في الخلفية. قول لي اخر مرة قعدت في هدوء كانت امتى؟ ما بتحصلش صح؟ ما هو انت ايه اللي زنقك صح؟ بس انت طول ما انت دماغك عمال يخش لها محفزات من بره ومعلومات قيمة كده، عمرها ما هتاخد الوقت انها تبروسس باقي الحاجات. رهنك ان انت في معظم الايام عندك مشاكل عمال بتفكر فيها في معظم الوقت. المشاكل دي معظمها ليها حلول سهلة لو انت فصصتها، بس احنا منديش لنفسنا المساحة ان احنا نعمل كده. عشان كده في الاخر بترجع تحس انك مضغوط وتايه، ما عندكش كنترول في اللي بيحصل ده لوحدك. انت دماغك معقدة. تخيل كده انت حليت كل العقد دي وقدرت تحدد كل مشاكلك، غالبا هتقدر تنجز حاجات اكتر بكتير صح؟ ده اللي انت هتاخده لما تفصل دماغك من كل الدوشة. ردك الطبيعي للفراغ والهدوء المفروض انك تستخدمه، مش ان انت تخلع منه. انت مش محتاج المحفزات الخارجية دي، انت محتاج تسيب مخك يتنفس مرة. خد لك يوم بعيد عن كل حاجة بورقة وقلم بس. انت عندك حاجات في حياتك عايز تكتشفها، فكر فيهم، اكتبهم ودور على الحلول.